طيب، دلوقتي تعالى نتكلم على السويل كلاسيفيكيشن. تصنيف التربة. تختلف التربة من مكان لآخر، وقد تختلف على مسافات صغيرة في نفس المكان. هناك 4 أنواع رئيسية من التربة، يختلف كل نوع من الآخر على قوة التماسك ومدى تحملها للضغوطات والأحمال. فدلوقتي هقسملي أنواع التربة إلى 4 أنواع. النوع الأول التربة الصخرية، التربة الطفلية النوع A، التربة الطينية النوع B، التربة الرملية النوع C. بيصنف التربة على حسب التماسك. بيصنف التربة على ايه؟ على حسب التماسك، على قوة التماسك بتاعها. أقواهم تماسك التربة الصخرية، وأقلهم تماسك التربة الرملية. قالك أسمي التربة الطفلية النوع A كده، قالك أسمي التربة الطفلية النوع A، وأسمي التربة الطينية النوع B، وأسمي التربة الرملية النوع ايه؟ النوع C. تمام كده. عندك أنواع التربة. يمكن تقسيم التربة إلى نوعين أساسيين. تمام. تربة حبيبية وتربة متماسكة. الحبيبية تتكون من حبيبات كبيرة إلى حد ما وغيرها متماسكة. التربة المتماسكة تتكون من حبيبات ذات أحجام مختلفة بأجزاء طينية تعمل على تماسكها. طيب، عاوزين ايه اللي يفرق معانا في الموضوع ده كله؟ عندك التربة الصخرية روك سويل. درجة الثبات في التربة الصخرية هو أعلى درجات الثبات للتربة. هناك بعض الصخور الثابتة مثل الصخور الجرانيت والرملية والحجر الرملي، يمكن عند حفرها ايه؟ ترك جوانبها على شكل زاوية قائمة، حيث تحتفظ بقوتها، بتبقى على شكل زاوية قائمة وتظل متماسكة طول الفترة بتاعتها، وجودها مكشوف. لما اجي احفر في التربة الصخرية بيبقى جانب الحفر بتاعها بتبقى زاوية قائمة، وجانب الحفر بيبقى واقف بزاوية قايمة. طبعا بديهي، كل ما هيقل التماسك بتاع التربة، كل ما ايه الميل هيزيد لورا، هيفتح منك يعني. كل ما كانت قوة التماسك بتاعت التربة بتقل، ببدأ ازود زاوية الميل، بزود الميل ذات نفسه. عندك التربة على هيئة حبيبات. حجم التربة، وضع، تقسيم موحد للتربة، نوع التربة، مقارنة شائعة. عندك مثلا حبيبات صغيرة في حجم حبة ايه؟ العنب. حبيبات كبيرة في حجم البرتقالة. حبيبات رمال كبيرة شبه الملح الصخري. رمال متوسطة. رمال ناعمة زي السكر البودرة. تين حبيبات دقيقة لا يمكن يقرتها. أصوات كبيرة شبه الليمون الهندي.